النهارده هنجاوب على سؤال مهم جدا، يعني ايه جوجل ادسنس؟ ولكن فرق ما بين جوجل ادسنس وجوجل ادز. في فرق بين الاثنين رهيب. احنا هنتكلم النهارده عن جوجل ادسنس. فده فيديو النهارده وانا عبد الرحمن ياسر، ويلا بينا الفيديو على طول. طبعا بفكرك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل اشتراك للقناه، ولو عندك اي سؤال اسالنا في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتوا كويسين؟ النهارده هنتكلم عن جوجل ادسنس. وايه هي جوجل ادسنس؟ منصه جوجل ادسنس لعرض الاعلانات، اللي كتير جدا ما يعرفش اصلا ان الاعلانات اللي بتظهر على اليوتيوب هي تابعه لشركه جوجل ادسنس. الله عليك، الله عليك وعلى معلوماتي، معلومات خطيره جدا 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 لابعد ما تتخيل. جوجل ادسنس وهي الشركه الراعيه في العالم رقم 1 لعرض الاعلانات. يعني في شركات تانية، ايوه طبعا في شركات تانية. انت فاكر ان جوجل هي اللي محتله العرش؟ احنا موضوع خطير، احنا ممكن نبقى نعمل له فيديوهات منفصله. المهم، شركه جوجل ادسنس وهي الشركه الراعيه رقم 1 لعرض الاعلانات الخاصه بحاجات كتير جدا، منها يوتيوب، منها عرض المواقع، واللي احنا هنتكلم عليها في الدوره بتاعتنا رقم 1، لان احنا هنعمل دورات كتير جدا. طبعا احنا خطيرين جدا، خلي بالك. الدوره رقم 1 وهي التطبيقات. يعني احنا هنعمل تطبيق ننزل عليه منشورات، نحط عليه اعلانات، نكسب فلوس، نبقى اغنياء، نجيب عربيات، نجيب فيلل، هوب احنا جامدين جدا. مفيش الكلام ده، يعني الكلام ده بياخد وقت ومجهود. يعني صباح الفل انت مش هتقوم من النوم تلاقي الدولار تحت المخده، مفيش الكلام ده. انت لازم تعمل وتشتغل وتتعب وتجتهد وسهريح حضرتك يعني. بس الكلام ده كله ايه وانت على مزاجك رايق وقاعد في بيتك، تشرب كوبايه شاي جميله وبتشتغل، تمزج، تحب الموضوع، تبدا تحقق دولارات. لكن انت هوب انا عايز احقق دولارات من تاني يوم، مفيش الكلام ده، ولا تحقق دولارات ولا اي حاجه. انت تفضل قاعد في بيتك وهتدوخ. نرجع تاني للموضوع بتاعنا، هو جوجل ادسنس. وقلنا شركه جوجل ادسنس وهي الراعيه لعرض الاعلانات. يعني مثلا لو دخلنا على اي موقع من المواقع دي كلها، زي ما انت شايف الموقع بتاعي اهو، الموقع بتاعي فيه اعلانات. لو دخلت على اي منشور كده هتلاقي اعلانات. الاعلانات دي وهي الاعلانات التابعه لشركه جوجل ادسنس. طب يا عبد الرحمن انت بتستفاد ايه؟ الموقع بتاعي زي ما انت شايف، انا عملت الموقع بتاعي اللي هو فكره.com. بروح اقول السلام عليكم يا شركه جوجل، الموقع بتاعي اهو، انا عايز اعمل عرض الاعلانات بتاعتكم عني. حلو، يبدا يقول لي طب نشوف احنا هنراجع الموقع بتاعكم، يبقى ارد عليك يومين 3 كده وارجع لنا، او 10 15 يوم. ممكن يرد عليك تاني يوم الصبح على حسب الروبوت اللي بيرد عليك، او على حسب اذا كان شخص طبيعي هو اللي بيرد عليك. تمام، حلو قوي. طبعا ممكن الروبوت هو اللي يرد عليك ويرجع لك الموقع. تمام، يبدا يقول لك مثلا احنا موافقين او مش موافقين، دي قصه ثانيه. خلينا احنا نقول لك احنا موافقين. تبدا تاخد الشفرات الاعلانيه او الاعلانات دي وتحطها عندك. كل ما الناس كتير بتشوف الاعلانات بتاعك انت بتكسب فلوس. يبقى كل ما الناس بتشوف الاعلانات، يعني انت مش بتكسب لوحديك، كل ما الناس تخش على الموقع بتاعك تشوف الاعلانات تكسب انت فلوس. نفس الكلام مع اليوتيوب، اول ما يعمل قناه هوب انت كسبت فلوس. مفيش الكلام ده، لازم ناس تخش تشوف الفيديوهات بتاعتك، بالتالي بتشوف الاعلانات وبالتالي انت بتكسب. يعني ما بتشوفش الفيديوهات بس، يعني انت ما في ناس بتعمل فيديوهات وما بتكسبش ليه؟ لان مفيش اعلانات. ما انت لازم تشوف الفيديوهات، تشوف الاعلانات، فتكسب فلوس. يبقى احنا كده عرفنا هي ايه جوجل ادسنس وازاي بتكسب منها. فعلى مدار الفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله هنتكلم عن ازاي تعمل قناه يوتيوب، وازاي تعمل موقع، وازاي تحط اعلانات، وازاي تكسب. تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت برايك، ولو عندك اي سؤال اسالني في الكومنتات وهرد عليك. السلام عليكم.